هو ايه اللي ممكن يحصل بكرة الأربعاء في مصر؟ وايه هي رياح الخمسين اللي بيقولوا عليها؟ وايه العاصفة الرملية اللي هتهجم علينا وسببها ايه وجاية منين؟ خلينا اقولك قبل اي حاجة ان العاصفة بالفعل بدأت تتحرك دلوقتي ودخلت مصر، موجودة في واحد سيوة ومناطق كتير من مطروح، وشوية هتدخل جوه مناطق سكنية اكبر واوسع زي القاهرة واجزاء من الصعيد وغيرها كتير. الهيئة العامة للارصاد نشرت خريطة فيها الاماكن اللي بكرة الاربعاء 30 ابريل هتبقى متضررة من عاصفة رملية شديدة هتصيب البلد، وحتى في الخريطة القاهرة والقناة ومطروح وسينا والفيوم وبني سويف وأجزاء من الصعيد. والتحذيرات صعدت لدرجة إن وزارة التربية والتعليم نزلت بيان إن بكرة المدارس والجامعات أجازة رسمية. فإيه الموضوع؟ بص يا سيدي، من كام ساعة خرجت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية وحذرت المصريين من إن بكرة الأربعاء هيحصل تقلبات جوية وعدم استقرار، وده بسبب انهم اكتشفوا منخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية وبدأ يتحرك في شكل عاصفة هوائية صحراوية داخل مدن كبيرة في مصر. الأرصاد الجوية قالت ان الرياح هتكون منخفضة فهتغطي الرؤية تماما، وسرعتها هتكون ما بين 40 ل 60 كيلومتر في الساعة، وده هيخلي الجو كله رمل، وسرعة الرياح كبيرة فتبقى مؤذية لمعظم البشر وخصوصا أصحاب الجيوب الأنفية. خلينا أقولك ان الموضوع مرعب لدرجة ان الارصاد الجوية قالت ان في بعض الاماكن هيوصل فيها سرعة الرياح من 70 ل 80 كيلومتر في الساعة، وهتكون فيها الرمال منخفضة جدا، وده هيسبب انعدام في الرؤية الافقية توصل ل1000 متر او لاخر العاصفة. يعني تقريبا الرؤية هتكون صعبة جدا خصوصا للي سايقين عربيات، ده غير ان درجة الحرارة هتزيد 5 درجات هنولع. فالارصاد الجوية حذرت من الخروج الا في الضرورة، ولو مجبر انك تخرج بكرة فلازم تكون لابس كمامة، ولو راكب عربية تسوق بالراحة وبحذر شديد خصوصا لو على طريق صحراوي، ومتمشيش تحت شجر او اعلانات او اعمدة متهالكة. المخيف في الموضوع يا صديقي مش انك عارف ان في عاصفة فواحد حذرك، المرعب انك فجأة وفي لحظة ممكن تلاقي نفسك في قلب العاصفة والدنيا فجأة بقت عبارة عن رملة صفرة او غبار شديد وحتى ايدك مش شايفة. العاصفة تحصل في مناطق من شمال الصعيد وجنوب شرق القاهرة ومدن القناة وخليج السويس وسينا، وفي وسط كل ده ممكن يحصل امطار ورعد في بعض الاماكن وبعض الاماكن دي. طيب يعني ايه اصلا رياح خماسين؟ عشان تبقى فاهم، رياح الخماسين يا صديقي هي ظاهرة جوية شائعة في مناطق كتير حول العالم، ومعروف عنها برضو باسم الرياح الجافة، ودي بتحصل في فصل الربيع والصيف، وبتتكون بسبب الفروقات الحرارية بين الصحاري السخنة ومناطق الباردة القريبة منها. يعني لما درجة الحرارة بتزيد في الصحراء بالنهار بتتولد كمية كبيرة من الهواء السخن، والضغط الجوي بينخفض فوق المناطق دي، فده بيخلي الهواء البارد من المناطق اللي جنبها يتحرك ناحية الصحراء عشان تعوض الفجوة اللي حصل بسبب الضغط. وبسبب ده الرياح القوية والجافة بتتحرك بشكل كبير جدا ناحية الأماكن اللي فيها رطوبة واللي مليانة سكان. الرياح دي بقى يا سيدي بيحصل معاها حركة ضخمة محملة بالرمال والأتربة، وده اللي بيخلي العاصفة تبقى صعبة وغير محتملة، بتأثر بقى على الجهاز التنفسي خصوصا للمرضى اللي بيعانوا من الربو وأمراض الصدر والحساسية، وكمان بتعمل التهابات في الجيوب الأنفية وزيادة أعراضها. فلو نازل بكرة خلي بالك كويس جدا من اللي يمكن يحصل وأمن نفسك، البس كمامة ونضارة، ابعد عن الأشجار والأعمدة والإعلانات، ولو تلاقي عربية امشي بالراحة وبحذر وربنا يسترها علينا جميعا. آخر حاجة، لو جديدين هنا اعملوا متابعة للقناة.